عالمنا مليان بحاجات غريبة، حاجات لو شفتها بعينك ممكن ما تصدقهاش، من مخلوقات غريبة لمشاهد تخطف العقل. النهاردة هنعرض لكم شوية من أروع وأجمل وأغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. جهز نفسك ويلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. حاجة كمان عايزين نفتكرها كل فيديو، إن إحنا ندعي لإخواتنا في فلسطين. اللي قدامك دي مجموعة مكونة من آلاف الديدان. الحقيقة بعد بحث شوية عن الموضوع ده ما لقيتش غير إجابة واحدة، مش عارف إذا كانت صح ولا غلط، إن الشجرة دي مريضة ومليانة مية، ولو محدش لحقها هتتحول لخشب متعفن في كام يوم بس. عشان كده السكان المحليين عملوا لها تصريف للمية زي ما احنا شايفين. واضح كده إنه بيدور على بيت جديد. أنا تعبت قوي عشان أعرف إن ده نوع من نجوم البحر، اسمه النجم الهش، عشان لو لمست دراعه هيطلع في إيدك. لو شفت المنظر ده أكيد هتفكر مليون مرة قبل ما تنزل المية، بس ما تتخضش، دي حاجة مش مرعبة ولا حاجة. ده نوع نادر من الطحالب بيعيش في سواحل تشيلي ونيوزيلندا. شكله يوحيلك إنه مؤذي، بس هو غير كده خالص. عمرك سألت نفسك ازاي فعلا السمكة المنفوخة بتنفخ نفسها؟ الحقيقة المشهد مضحك زي الكرتون بالظبط، لكنها بتعمل كده كحركة دفاعية لما تحس بالخطر. تخيل لو قلتلك ان في مكان بيجتمع فيه الليل والنهار في نفس اللحظة. هتصدق؟ اكيد هتبقى عايز تعرف المكان، بس الحقيقة مفيش حد يعرف المكان بالظبط. بس لو عايز تشوف الظاهرة دي بنفسك لازم تروح لبحر الشمال وتدور هناك. مش هيقدر يعمل الرسمة دي غير فنان بمعنى الكلمة، ومعمولة على كذا مرحلة، وكل مرحلة ليها شكل ونظرة مختلفين. دي حرفيا نقلة نوعية في عالم الطب، بيعرض تشريح جسم الإنسان أكنها حقيقي. تعليم الطب النهاردة بقى أسهل من أي وقت تاني. لوح طاقة شمسية واحد أو مولد رياح ممكن يساعد البيئة، بس في واحدة من مقاطعات الصين الموضوع خرج عن السيطرة معاها تماما. بنوا محطة طاقة شمسية ضخمة لدرجة إنها محتاجة نظام ذكاء اصطناعي يديرها. ده سوق موجود في تايلاند، الناس بتبيع وتشتري عادي جدا، وفجأة بيلاقوا القطر في وشهم. فلو ناوي تتسوق هناك لازم تبقى مركز 100%، وإلا هتلاقي نفسك قاعد جوه القطر. مستحيل تكون شفت جراج زي ده قبل كده، صدقوني ولا حتى أنا شفت. عشان يتأكدوا ان الفرامل شغالة 100% بيعملوا عليها اختبارات قاسية جدا، واللي بيحصل في الاختبارات دي حاجة مش طبيعية خالص. ال AI بقى يعمل فيديوهات صعبة على أي عقل بشري يستوعبها.
عمرك سألت نفسك ازاي بيركبوا العوامات العملاقة في البحر؟ تعال شوف بنفسك. وكويس ان احنا بنشوف بس، عشان دي ما ينفعش نلمسها وهي نازلة كده، لان وزنها لا يقل عن 3 طن. عمرك فكرت ازاي رجال الانقاذ او العسكريين بيتدربوا؟ وبالاخص على النجاة لو هليكوبتر وقعت في المية، في جهاز مخصص بيحاكي السيناريو ده بالظبط. اللي بيحصل في العربية دي نفس فكرة المج الحراري، ومعمولة كده عشان لما تتركن في الشمس تسخن فتظهر الرسمة. وطبعا انا بقول اي كلام، انا مش متأكد. اكيد كلنا فكرنا مرة على الاقل، يا ترى الاحساس عامل ازاي لو مشينا على القمر؟ طيب متخيل ان في ناس فعلا جربوا حاجة قريبة من ده؟ الفريق الاكروباتي ده بيستخدم جهاز خاص بيخليهم يتحدوا الجاذبية، وبيطيروا كأنهم في الفضاء، حاجة كأنها من فيلم خيال علمي بس على ارض الواقع. احنا في مكان مميز جدا، على الحدود بين سان دييجو في امريكا وتيجوانا في المكسيك، بس بدل ما يكون مجرد جدار حماية، بقى في مراجيح بيركبها الناس من ناحيتين. طريقة سقف الاستاد ده في أطلانتا هو بيقفل حاجة في منتهى الإبداع، ويمكن حتى أكتر إثارة من الماتش نفسه. هيونداي قررت تكشف عن عربيتها الجديدة بأسلوب مستقبلي خرافي. العرض نفسه تحفة فنية، تحس إنك بتتفرج على مشهد من المستقبل. لو شفت حاجة زي دي في الشارع ما تتصدمش، دول مجرد ناس كبيرة مستمتعين بطفولتهم تاني. بس الفكرة كلها في إعلان عبقري. الشركة دي عملت عربيات أطفال بحجم الكبار، عشان الأهالي يجربوا الراحة اللي أطفالهم بيحسوا بيها، والنتيجة راحة فاخرة ومستوى جديد من الدلع. نظارات الفي ار حلوة وكل حاجة، بس ايه رأيك في تجربة طيران كاملة تحسسك انك فعلا بتحلق في السماء؟ تخيل تكون وسط الجو والرياح حواليك، وانت فعلا حاسس بكل لحظة كأنك طاير بجد. من النظرة الأولى ممكن تفتكرها حمام متنقل عملاق، أو حتى عربية نقل ناقصها حاجات، بس استنى شوية. الحقيقة إنها شقة كاملة متحركة، فيها مطبخ وحمام وغرفة معيشة، وحتى غرفة نوم مريحة جدا. بس مش للسفر، دي حرفيا بيت متنقل تقدر تعيش فيه. ده مجرد محرك مغناطيسي مع شوية مواد قلورية بتصنع التأثير المبهر ده. يا سلام لو ما كنتش بهرب من حصة الكيمياء. ماركات التصميم اليابانية دايما بتعرف ازاي تخطف الأنظار في المعارض، والمشروع ده مش استثناء. المصمم تايو ياماشيتا قال ان فكرته دي رد فعل على فوضى الحياة في المدن، وفعلا دي مش مجرد ديكور، دي قطعة فنية حقيقية. اوقات اللعب بيبقى اقوى من العتاد العسكري نفسه. شوف اللعبة دي كده، السبا دي في ميلان تقدر تسبح فيها وقت الغروب او حتى وسط العاصفة بكل امان. التمثال ده مصنوع من الأحذية، ونعلها عامل زي ضربات الفرشة في اللوحة. بجد تحية كبيرة للفنان على الفكرة العبقرية دي. النهاردة هنشوف مع بعض كواليس اختبار أقوى محرك صاروخي صنعته ناسا. صدقني المشهد ده يخليك تتصدم.
نداء لكل عشاق ترانسفورمرز، جهزوا نفسكم للصدمة. العربية دي مش من أفلام الخيال العلمي، دي حقيقة ومتجمعة هنا على الأرض. اللي يعرف الكائن ده شبه مين يقول لنا عليه في التعليقات. أنا عارف بس مش هقول. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، وأكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.